الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقة فول حلوة قوي هتعجبكم إن شاء الله. هتاكلي فيه كده بالعيش من غير ما تحسي خالص انت كلتي ايه أصلا من جماله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ومقاديره كلها سهلة وبسيطة جدا، وهي طريقته كمان سهلة مفيهاش أي حاجة، وينفع فطار وغدا وعشاء مفيش اي مشكلة. هنقول مع بعض مقاديرنا. معانا نص معلقة ملح صغيرة، ومعانا نص معلقة كمون صغيرة، ومعانا نص معلقة توم مهروس صغيرة او فصين توم متقطعين مفيش اي مشكلة، ومعانا معلقتين زبدة ومجين فول، ومعانا 2 حبة طماطم و2 حبة فلفل متقطعين صغير مكعبات. هنضرب الفول في الكبة عشان انا بحبه من غير قشر، انا وولادي مش بنحب القشر بتاع الفول اللي بيبقى باين يعني في الفول ما بنعرفش ناكله. فهنضربه في الكبة ضربتين، اللي حابب واللي مش حابب يعمله سليم كده. بعد ما ضربناه اهو هنروح بقى مع بعض نعمل الفول على البوتاجاز. جبنا حوالي 5 معالق من الزيت كبار، هنضيف عليهم التوم ونسيبه ياخد لون. التوم ياخد لون كده ايه اصفر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بعد ما التوم ياخد لون هنضيف عليه الطماطم والفلفل. بحب الفلفل والطماطم مش يكونوا مستويين قوي، بحبهم يبقوا باينين كده في الفول واحس بطعمهم، مش عايزاه ايه يتدبل قوي يعني. ما شاء الله الفول ده حلو قوي وبياكل بقى لكل عشاق الحاجات الحرشه. لو حد قال نفسي اكل حاجه حرشه كده يعمل الفول ده وياكله هيعجبكم قوي. نفضل نقلب بقى فيه علشان كل الطماطم والفلفل يبقى سوا واحد في الاخر. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. شايفين جمال اللون ولا جمال الريحه بقى؟ مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، قلب الدنيا. مش تنسوا اللايك والشير يا حبايب قلبي، منوريني على القناه. ما شاء الله تبارك الله. واللي حابب اعمل له وصفه يقول لي، ويكون صعبه عليه لا انا هسهلها له. لكل عرايسنا الجداد الجمال ما شاء الله حطينا الملح والكمون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نقلب بقى التوابلنا مع بعض عشان الريحه تبان اكتر. نفضل نقلب فيه علشان كل الخضار بتاعنا ده يبقى سوا واحد. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين اللون؟ ما شاء الله ما شاء الله. نحط بقى الفول بتاعنا، كل ما نحط حاجه كل ما الريحه واللون بيعلوا معانا خالص. والفول ده اصلا مش محتاجه حاجه جنبه، هو لوحده كفايه قوي. ما شاء الله. شايفين الريحه بقى؟ نفسي تبقوا معايا تشوفوا الريحه عامله ازاي بجد، حاجه كده وهم. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله. سمي الله كده واحنا شغالين يا جماعه ونذكر الله. احنا واقفين مش بنعمل حاجه، نذكر ربنا عشان ربنا يقف معانا في كل حاجه باذن الله. شايفين ده كده بعد ما خد غلوتين وقلبناه كويس في بعضه هنغرفه بقى ونكمل باقي فطارنا. اول مره نعمل فطار على القناه، وعندنا بقى وصفات كتير للفطار ان شاء الله نعملها مع بعض. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين يا جماعه؟ شايفين جمال اللون؟ ان شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
التركية دي حلوة قوي، انا بحبها، بس لو مش موجود مش في اي مشكلة، عادي نتعامل بالزيت اللي احنا حطيناه في الاول، ومفيش اي مشكلة خالص. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. نيجي بقى نعمل مع بعض تاني وصفة فطار سهلة وبسيطة. حطينا معلقتين من الزبدة ومعلقتين من البيفي، وهنحط فلفل اسمر وشعرة ملح صغيرة، لان البيفي بيبقى فيه ملح. انا بحب البيض بالبلوبيف قوي، بس والله الفول اصلا مش محتاج جنبه حاجة. ما شاء الله يعني، ما شاء الله. انا بحب البيض يبقى جوسي، طري، مش بحبه مستوي قوي. لو حد حابب يسوي قوي مفيش مشكلة، حسب الرغبة، بس انا بحبه طري شوية. في اي اكل سادة بالمرتة، برضو البيض بالمرتة بيبقى خطير. وبحب اسلقه برضو واقطعه في السمنة مع فلفل اسود. معانا برضو وصفات كتيرة قوي للبيض، معانا كذا وصفة للفطار ان شاء الله تعجبكم. هنعمل من وقت للتاني كده فطار مع بعض. ما شاء الله. الفول ده بقى عايز جنبه بصل اخضر او بصل عادي وجرجير، ويلا بقى، مش مش محتاجين حاجة تاني خلاص. ممكن تقعدي بقى لحد كده تاني يوم الصبح ما تاكليش من جمال الفول. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلصنا يا حبايبي الفطار، وعملنا مع بعض جبنة بالطماطم والخيار والفلفل الحار. ولو حد حابب الفول ده يبقى سبايسي ممكن يحط، بس انا عشان الاطفال مش هعرف احط، فحطيت على الجبنة، هما مش بياكلوها. ومعانا هنا جرجير، ومعانا بصل اخضر. وبصوا، مش عايزه اقول لكم بقى كده الجمال والجمدان ده في ايه، والله بجد مش ببالغ صدقوني. ومعانا كمان عيش بلدي جبناه، شايفين الفول؟ ما شاء الله، بألف هنا وصحة لكل اللي كل منه. ومعانا الجبنة اهي، معانا البيض بالبلوبيف. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. انا من عشاق. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الفطار؟ مش تنسوا بقى اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصل له كل جديد. معانا عيش صابح اهو بلدي بتاعنا الجميل. ما شاء الله. كنتم مع صفاء السيد حماد من قناة سهل وسريع. اشوفكم على خير، ومش تنسوا اللايك والشير. واسيبكم بقى واروح افطر انا والناس اللي معايا اللي واقفين ورا الكاميرا دول، ومش سايبيني في حالي بجد. يا رب الفطار يكون يعجبكم النهارده.